يا صباح الفل عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده يا حبايبي هنعمل بقى ايه؟ عدس كده من اللي قلبكم يحبه. بما ان الجو برد النهارده بقى فمطلوب ان احنا نعمل عدس. العدس بيبقى حلو قوي ايه في الجو البرد. فده كميه العدس ديت حوالي ربع كيلو. هاخدها اغسلها كده وارجع لكم تاني. ادي العدس بتاعنا غسلناه، هنضيف عليه كميه التوم دي، ونضيف عليه كمان الاضافات ديت. طماطم، ودي بطاطا يا جماعه، ما لقيتش عندي جزر فلقيت بطاطا قشرت واحده وضفتها. البطاطا حلوه وبتزود القيمه الغذائيه بتاعه العدس وبتديله كثافه حلوه كده. هجيب بقى البصل وازوده كميه الميه، احط نص ميه كده يعني لغايه هنا كده ميه ماشي، وارفعه على النار واسيبه لما ينسلق معايا. وادي البصل كمان يا جماعه. وطبعا العدس يمكن اغلبيتنا بيسلقوا بنفس الطريقه، يعني طريقه مش مميزه ولا حاجه، بس انا دي طريقتي اللي انا بعمل بيها العدس. وزي ما بقول لكم ممكن الاغلبيه تكون بتعمله بنفس الطريقه. هسيبه هنا بقى يا جماعه العدس بتاعنا بعد ما انسلق واستوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخده بقى افرمه في الخلاط واصفيه واجهز بقى ايه هنعمله ازاي. هنجيب الحله بتاعتنا وننزل فيها كده معلقه سمنه، وبعدين ننزل كده حوالي 3 معالق شعريه، نقلبهم مع بعض، وقطعة زبدة عليهم، ومعلقة توم محترمة كده ننزلوها عليهم، ونقلب الدنيا دي كلها سوا. تقلبها حلوة كده لغاية ما تاخد لون دهبي خفيف معايا. اول ما تاخد اللون الدهبي طبعا انزل عليها بالعدس اللي انا ايه خلطاه في الخلاط ومصفياه. طبعا بتصفيه عشان لو بذور طماطم مطرح سليق الطماطم اللي انا ضايفاها على العدس وهو بينسلق، او قطع بصل او اي حاجة بعد الفرم تبقى في قطع كده بسيطة، دي بتطلع في المصفى. تمام. بنضيف بقى مكعب مرق الدجاج، ده بيدي طعم حلو قوي للشوربة بتاعتك، وبتظبطي لها بقى الكمون وتظبطي لها الملح، وتسيبها بقى تغلى. واكمل بقى بقية فرمان العدس. وجبته وكملت الحله بتاعته وحطيت، اول ما هيبدا يقلب كده ضفت له مكعب زبده بقى واقلبه. خدي بقى شويه شوربه عدس يدفي ولادك في البرد، احلى شويه شوربه عدس. وادي شكلها يا جماعه تحفه، عاوزه اقول لكم طعمها حلو قوي. وطبعا انت بتحط الزبده وبتكلفها حلو عشان ولادك اللي هياكلوها، مش حد غريب اللي هياكلها يعني. وطبعا لو حد غريب برضو ما استخسرش فيه، طالما موجود ما استخسرش فيه اي حاجه.